في سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ومن جهة أخرى الأنصار وعلى رأسهم سعد بن عبادة سيد الخزرج. نعم. المفاوضات السياسية يعني تمحورت حول مسألتين. المسألة الأولى وأن الأنصار كانوا يحبوا يكون عندهم نوع من السيادة، ما حبوش يقعدوا تحت سلطة المهاجرون. واقترح واحد من الخزرج قال أبو بكر الصديق قالوا منا أمير ومنكم أمير. نعم. لكن أبو بكر الصديق رفض هذا المقترح وقال له نحن الأمراء وأنتم الوزراء. نعم. لكن في الحقيقة المفاوضات في ساعة ولات يعني بسرعة تحولت إلى نوع من الصراع المفتوح، وتدخل عمر بن الخطاب بأسلوبه المعهود وهو أسلوب فيه كثير من الغلظة والعنف. والعملية يعني أسفرت على أنه وقعت بيعة أبو بكر الصديق، لكن بدون ما يحصل على إجماع خاصة من قبل الأنصار، وخاصة فما غياب لعائلة الرسول خاصة علي والعباس. نعم. اللي كانوا في مشغولين في الدفن، مشغولين في عملية الدفن، وهذا أمر يعني غريب، وأنه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يحضروا دفن الرسول. قيل أنه دفن بالليل. دفن بالليل، وكأن العملية يعني كانت عملية سرية أو يعني حول الساعات هذيك متاع اللي صارت في يعني في نفس الوقت سقيفة بني ساعدة من جهة. نعم. وفي نفس الوقت عائلة الرسول مشغولة بتجهيز الدفن، ومن بعد يعني تصير أحداث ويجي بنو أسلم يجيوا للمدينة. نعم. اللي هم معروفين باللي هم سراق الحجيج، يعني معروفين قبيلة بدوية معروفة بممارستها العنف. كانوا موجودين في المدينة، وقال عمر بن الخطاب لما رأيت بني أسلم أيقنت بالنصر. يعني نعم. يعني عملية فيها تشبه شوية للانقلاب العسكري.